اهلا بيكم يا جماعة في خبرين. واحد حلو 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 جدا لجمهور الاهلي، والتاني مش حلو خالص لجمهور الزمالك. طبعا الايام دي مفيش اي خبر مبشر لجماهير الزمالك، بس والله يعني اعذروني، يعني الاخبار كلها كده، يعني الاخبار والنادي في حالة بؤس وحالة ان هو كل حاجة بتيجي وحشة. فربنا يكون في عونكم. صراحة الخبر ان امير عزمي مجاهد بعد ما طلع في حلقة امبارح او في حلقة ابراهيم فايق، بعديها الدنيا قلبت عليه ومش عارف ايه وازاي تقول كده وبتوقع النادي واخبار كتيرة بقى من بعدها. بعد ما قال طبعا ان كروز ما كانش اصلا عارف ان هو هيمشي ولا اي حاجة، وان هو اللي عرفه، وان الراجل ما يستاهلش كده، وقال طبعا حاجات كتيرة مع ابراهيم فايق. فقررت الادارة ان هي يعني تتجه للتحقيق، وكمان ان هو هيشوفوا ان هو ما يشتغلش تاني في نادي الزمالك اصلا. بس يا جماعه انتوا لو جيتوا تمسكوا الازمه او مشكله نادي الزمالك من الجذور، هتلاقي من رئيس النادي، بدايتها من رئيس النادي. دي مشكله يعني لازم الكل يعترف بيها. رئيس النادي الإدارة كلها فيها مشاكل، الإدارة كلها بتطلع في التلفزيون، الإدارة كلها بتتكلم عن مليون حاجة في النادي. مفيش حد معين هو اللي بيتكلم، هو اللي تاخد منه الأخبار أو أي حاجة، لأ، كله بيطلع يقول أخبار وكله بيطلع يتكلم. فهي مشكلة إدارة بحت، وكله عمال يخبط في كله، وفيه اهتزاز في كل حاجة في نادي الزمالك. فبصراحة ربنا يكون في عونكم، وإن شاء الله يعني رغم أنا أهلاوي ولا صريحة ان شاء الله الاوضاع تعدل انها ما تبقاش كده يعني وان شاء الله كل حاجه تبقى مسارها صحيح. نيجي بقى لخبر الحلو لجماهير الاهلي، ان اداره المتحده وابراهيم فايق اعلنوا ان المتحده هتذيع ماتشات الوديه اللي قبل كاس العالم للانديه بتاعه الاهلي، هتتذاع رسمي وحصريا على قناه اون سبورت. دي حاجة. تاني حاجة ان ابراهيم فايق اعلن ان مباريات كاس العالم نفسها هتتذاع على ام بي سي مصر، ودي حاجة حلوة جدا جدا جدا. ان الماتش هتيجي في وقت رخم، هتيجي 5 الفجر و4 الفجر و2 بالليل وحاجات كده عجيبة، وهحللي بقى لحد ما تدور على سيرفر على النت، ولا هتشوفها الواحد كان هيتفرج عليها ازاي. لا، بقت على ام بي سي مصر حصرية بمذيع عربي، تبقى الدنيا زي الفل. فده الصراحة كان خبر حلو جدا جدا جدا، وان شاء الله تبقى اللي جاي كمان احسن من الكلام ده. ف بس ما تنساش اللايك والاشتراك، واهم حاجة تقولي رأيك مش تقول رأيك في مشكلة الزمالك وفي خبر إذاعة مباراة الأهلي بتاع كأس العالم. متنساش تقولوا رأيكم في الكومنتات. بس كان معاكم يوسف، سلام.